إن حضرتِك تتواصلي مباشرةً مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإن هُم بقى هيودّوكِ على طول على بيوت استضافة النساء المُعنَّفات، في أقرب مكان أنتِ موجودة فيه، أو حتى لو أنتِ عايزة تروحي مكان بعيد وبيتحافظ على خصوصيتِك تمامًا في إنه تتصلي بأهلِك أو ما تتصليش، أنتِ حُرّة، بإنه ترفعي قضية أو ما ترفعيش، أنتِ حُرّة، كمان ما هواش سجن أو دار هتدخلي فيه ومش هتعرفي تطلعي، أبدًا، أنتِ صاحبة القرار. الحاجة التالتة إنِّك تتصلي بجمعية أهلية زي المركز المصري لحقوق المرأة، اللي بيقدّم مساعدة قانونية لو قررتِ إنِّك تعملي المواجهة القانونية. طيب إيه إجراءات بيوت استضافة المُعنَّفات؟ زي ما قُلت تتصلي بيهم، تملي استمارة، هيشوفوا ظروفِك وإمكانياتِك، لو تقدري تعملي مساهمة في المصاريف برسوم بسيطة جدًا، ولو ما بتشتغليش مش هتساهمي في حاجة. كل ست مصرية أو كل ست غير مصرية متجوزة مصري هي تقدر تلاقي مكان يحميها، لإنه الدستور في المادة 11 بيقول الكلام ده، وكل القوانين المصرية بتقول الكلام ده. فهمتِ بقى يا ست سمر؟